ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى النهارده كده تكونوا بخير. يلا كده نبدأ، بسم الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم متابعين الكرام. النهارده هنعمل صينية بطاطس. ماشي. الاكلة دي يا جماعة على قد ما هي سهلة ومكوناتها بسيطة، وطبعا مكوناتها واحدة ومش بتتغير. تمام كده، مكوناتها واحدة. طبعا كلنا بنعمل البطاطس، بس كل واحد فينا بيعملها بشكل مختلف عن التاني. تمام كده وبس. دايما ما فيهاش الاكله دي، ما فيهاش وسط، يا اما عاديه جدا يا اما حلوه جدا. فالنهارده كده هنعمل صينيه البطاطس مع بعض. هتاكلوا صوابعكم وصوابع الناس اللي جنبكم كمان معاكم. تابعوني لاخر الفيديو وتعالوا نشوف هنعملها ازاي. طبعا انا بقى في الاول كده وريتكم طبعا دي طبعا الفرخيه اللي هعملها. وفي بطاطس بقى وبصل وطماطم وتوم وفلفل متقطع شرايح، وبطاطس متقطعة شرايح. تمام كده. وفي طبعا هنعمل بقى مع بعض ايه. في الاول كده هعمل الفرخة دي هقطعها بقى ايه زي ما انا عايزة. قطعتها زي ما شفتوا كده، وطبعا هتدخل بقى على غسيل. هي طبعا مغسولة من قبل ما اقطعها لانها كانت في التلاجة، وهغسلها برضو تاني بالطماطم والدقيق وكده والليمون وشوية خل في المية. وبعد ما هغسلها غسيل حلو طبعا هبدأ ان انا احطها كده في حلة علشان اشوحها. تاخد لها تشويحة كده بسيطة. مش هينفع احطها وهي نية كده في البطاطس. فطبعا هشوحها. هجيب عندي حلة عشان هعمل شوية رز بشعرية. وطبعا السمنة حطيتها والشعرية كده بحمرها. وهجيب بقى عندي هنا، كنت بقى جايبه بصلايه كده وطماطمتين وفلفل اخضر وتوم. وهضربهم طبعا. الحاجات دي هضربها في الخلاط. هنا الشعريه هي خلاص كده جاهزه علشان اعمل الرز. زي ما انتم شايفين كده لونها ذهبي وجميل خالص. طبعا كنت انا بقى مجهزه الرز غسلاه. تمام كده. انا غسلت طبعا الرز بتاعي هجيب الرز واحطه على الشعرية وطبعا هنا بقى عندي حلة كده حاطه فيها الفرخة بتاعتي بتتشوح. قلت بقى احطها كده على جنب تتشوح مع نفسها عقبال ما اعمل انا الرز واكون مجهزه بقيه الحاجه. حطيت كده الرز بتاعي وبعاير كده المي. بصوا بقى عشان عاملاه بسمنه. طبعا الجو زي ما انتم شايفين كده برد، فالسمنه طلعت كده على وش الرز. اللي بقى بحط كل حاجه في الخلاط زي ما انتم شايفين. الطماطم والبصل والفلفل والثوم. وطبعا هنا البهارات بتاعتي بهارات فراخ مشوية وفلفل وبهارات عادية وملح وخل. وهحط طبعا معلقتين كده زيت بسيط. وهحط عسل، معلقة عسل أسمر جميلة بتفرق خالص في الطعم. وبتفرق برضو لما تحطي الصينية في الفرن بتحمر الفراخ بتخليها جميلة خالص. هنا بقى بحط الحاجات بتاعتي البصل والفلفل الأخضر، عليه معلقة فلفل، معلقة بهارات، معلقة صغيرة ملح. على فكرة يا جماعة الفلفل والحاجات دي اللي بتحلي الأكل وبتخليه جميل. بعد كده يعني دعكتهم جامد كده. وبعد كده حطيت عليهم البطاطس، حطيت الخضار كله على بعضه كده وادوره كله مع بعضه كده. واحط بقى عليه الجزر والطماطم وبقيه المكونات بتاعتي. وحطيت برضو رشة فلفل بسيط. احنا بنحب الاكل عندنا حامي. فانا كده بقى بلف كل الخضار مع بعضه كده. بكون طبعا الحله بقى على النار بشوح فيها الفراخ بتاعتي. طبعا ضربت انا الخليط اللي انا وريته لكم مع بعضه. الطماطم على الفلفل الاخضر والبصل والثوم والثوم بودر وبصل بودر والتوابل بتاعتي وذرة ملح بسيطة ومعلقة عسل اسمر، معلقة خل ومعلقتين زيت. وكل ده حطيته كده على بعض ضربته في الخلاط. وبعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ جبت الفراخ بقى من الحلة بعد ما اتشوحت. وجبتها بقى كده دهنتها كده من الخليط بتاعي واحطها على الوش.
عايزه اقول لكم ريحتها بس كده تحفه، ريحتها جميله خالص، جربوها مش هتندموا بجد، هتجربوا الطريقه ديت مش هتندموا. وعايزه اقول للي اول مره بيشوف القناه بتاعتي، يا ريت تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وانا بشكر كل حد بيتفرج عليا، وانا بتمنى كده التواصل يدوم بينا كده على طول. علشان انا عندي باذن الله كل جديد في القناه بتاعتي، ما تنسوش تفعلوا الجرس. هنا بحط السمنه بقى بتاعتي كده، وطبعا ما تحطيش ميه للاكله ديت، لان هي طبعا الفراخ بتنزل ميه وكده. بصوا يا جماعه، يعني انا ما حطيت، مش عايزه اكدب وهو ما حطيتش، انا حطيت نص كوبايه ميه بسيط كده، ميه بسيطه خالص اهو زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال والروعه، ريحتها قلب المكان، وبصراحه حاجه جميله خالص وحاجه تحفه. بصوا الكاميرا ظلماها، لا هي منظرها احسن من كده كمان، والله جميله بجد، والطعم كان في منتهى الجمال. اتفضلوا معانا واتشرفت بيكم. وهنا بقى انا بغرف كده ايه، انا بغرف كده عشان اوريكم الطبق بتاع التقديم بتاعي. يا رب يعجبكم. طبعا اتمنى كده ان الطريقه تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش هنا تعملوا بقى لايك. وريماس بتقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. هنا بقى ده الرز اهو بتاعي اهوت يا جمال، وبصوا الشعريه ذهبي خالص وجميله. وهنا بقى ايه البطاطس اهيت، بجد الطعم والريحه بيتكلموا عن نفسهم. وباي باي يا حبايبي، وشكرا على